السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد منير من قناة كورة أونلاين. النهاردة يا جماعة جاي في فيديو مرتضى منصور وهو خلاص بينسحب من المشهد. بس هل ده حقيقة ولا خيال؟ احنا عايزين نعرف هل ده تمويه عشان الفلوس ترجع ولا ايه؟ نسمع الفيديو، نسمع كده عشان الصوت وحش. بس انا حاسس يعني انا جايب لكم اعلى حاجة، ماشي؟ فنسمع كده بقى مع بعضينا. بسبب الغرامة بتاعت فلوس الأسبوع حوالي مليون دولار. وعندنا أسباب برضه على حد حاجة زي بعض الناس فتوافق بسبب أو سبب أنا طبعا حاولت مع الدكتورة عشان أجيب ساكن لله، فصرفت في حوالي أنا كنت معاهم صرفت حوالي 30 مليون. يقول لك أبويا فلوس مش عارف ده مصر دي حاجة واحد بس احنا خدنا عمود صراحة. أنا أولادي أقدم طلب رسمي الدخول المالي نادي الزمالك التبرع بتاعي هو 30 مليون 500 والعكس. احنا مش معقول بندفع ولا في الآخر إن احنا بناخد. تاني بقول له المشهور لما يطلع والأرقام اللي لما تطلع وفلوس فين وفلوس فين. أعتقد في المؤتمر الصحفي على ما أتذكر اللي فات ده اللي عمله جوه المالي، أنا جيت المدير المالي طلع بيان على ما أتذكر يعني إحنا خلينا 190 مليون صرفنا أو دخلات 92 مليون صرفنا 92 مليون فضل. أنا الفترة اللي فاتت دي جمعت حوالي 30 مليون زيادة عشان الفرق الجديدة وفلوس الراجل المدير الفني والمرتاحات. بس قلت لك 12 مليون يعني وكونت 12 مليون في 4 أشهر غير الأجهزة. فبلاش حد يتكلم في الذمة المالية عشان أنا النوع هنا. يقول لك بلاش نتكلم في الذمة المالية، بلاش نتكلم في الذمة المالية. بصوا يا جماعة، أول حاجة هشرح لكم هو كان بيتكلم في إيه عشان اللي مش سامع أو مش فاهم. كان بيتكلم الأول أول حاجة عن الغرامات أو الديون اللي على نادي الزمالك بتاعت قرش بونج وغرامة بتاعت شيكابالا اللي على شيكابالا والديون اللي على نادي الزمالك. وبعد كده اتكلم هو الفلوس صرفها في إيه. وبعد كده اتكلم عنه جمع 80 مليون. جمعهم ازاي انا معرفش، يعني الاعلام ما يعرفش او الدنيا كلها ما تعرفش هو جاب ال 80 مليون ازاي. وبيتكلم عن ابنه انه مفيش سمسرة، مفيش عمولات، مفيش الكلام ده، انه محدش بياخد الكلام ده منه، واللي هيجيب سيرة حاجة زي كده هيرفع عليه قضية ومش هيسيبه في حاله. وبيقول ان هو تبرع قبل كده للنادي ب 30 مليون او بمبلغ كبير، فازاي واحد بيتبرع للنادي وتيجي بعد كده تقول ان هو بيعمل مصالح وسمسرة. نكمل بقية المؤتمر اللي هو عمل او الانسحاب اللي هو عايز يمشي ويخلع.
يبعتوا جزء الاشتراك دوت ويبعتوا الراجل الاجنبي ويبشروا كل اللعيبه الرجاله الابطال اللي اتحملوا يا كابتن شيكابالا لو بقى فينا يتحملوا بس ما كانش ينفع بعد الماتش صلاح الجماهير يقول عندنا مشاكل. كنت عايزك تكمل ان المشاكل دي بسبب ممدوح بس عايز على السبب كمل. لكن اللعيبه الرجاله اللعيبه المستحمله كله في وسط راجل بصراحه دي لعيبه من نوعيه الجماهير كده عايزاها. ان شاء الله ربنا يوفقهم باذن الله. كده يا جماعة كان بيتكلم برضو عن ممدوح عباس، وانا خلاص ماشي فارفع الحجوزات عن نادي الزمالك وعشان نادي الزمالك يستقر. طب هو ده وقته انك اساسا تقول الكلام ده وانت عندك ماتش بكرة وماتش مصيري؟ اذا اتغلبت خلاص هتخرج بره، ويا ريت تتغلب وما يكونش بفضيحة، تتغلب كده بنتيجة 1-0 ولا 2-1 ولا اي نتيجة عابرة كده، تخرج بشرف حتى. يعني ده مش وقته اللي انت تطلع تقول الكلام ده. دي حاجة. الحاجة التانية، انت عايز هما يعني الناس ممدوح عباس والناس تصدق اللي انت خلاص مشيت ويرجعوا الحجوزات ترجع انت تاني؟ اساسا انت معزول، فانت ازاي بتقول ان انت ماشي وسايبها وعامل؟ فانا مش عارف يعني هي الدنيا ملخبطه ولا خلطبيطه ولا ايه، مش عارف. وبتروح بتقول للشيكابالا، اول مره اشوفك تقول لي واحد يا كابتن، بتقول لي الكابتن، بتقول له يا كابتن شيكابالا. انت واللعيبه اللي معاك، انت خايف ان شيكابالا يطلع يفضحك بعد البطوله؟ خايف ان شيكابالا يفضح الدنيا كلها ويقول اللي بيحصل مع اللعيبه والفلوس وكل حاجه؟ يا نهار ابيض. هو ايه، مفيش خلاص كده وعايز تسيب المركب وتمشي؟ يعني هو بيقول انسحاب، يعني انا هنسحب وامشي وخلاص وهعتزل، وممدوح عباس يفك عن الغرامات والكلام ده. هما الناس دولت يعني ايه، يعني صغيرين عشان تقول لهم الكلام ده؟ انا اساسا يعني انا اهو ومش مصدق. نكمل بيت الفيديو خلاص. نفس الوقت انا سامي ذلك ولا اتنازل عن دولار واحد من خرافه او مصر من 2 مليون تقريبا دلوقتي بقى 2 مليون ونص. اتكلم عن كهرباء. واخر حاجه بكره ان شاء الله يطلع ما دفعش هيكون دفع اهو خد كمان 2 ونص مليون دولار يعني حوالي 100 مليون والمحجوز على 100 مليون بحيث تكون ازمه كبيره جدا جدا جدا. لعبه تاخد مستحقاتها، اللعيبه الجداد اللي تم تعاقد معاهم ياخدوا فلوسهم هم من احسن لعيبه على فكره اللي هو الراجل. فاتمنى او قدام مصر كده انا خارج المشاكل، انا خارج المنافسه. والانتخابات اللي في انتخابات الترشيح 31 دكتور اللي عايز ينزل يتفضل، اللي بيحب النادي. يعني انا النهارده لو وصلت لمصلحتي اقول لا، انا رئيس نادي غصب عني اي حد، لما الناس انتخبوني 4-5 مرات ورا بعض. انما انا شخصيا كمقتنع منصور بصيت، انا شايف ان النادي الكيان اللي انا بحبه ده بقول بحبه بجد ينهار. ينهار ليه؟ عشان واحد داخل خناقه انا مش طرف فيها اصلا، هو داخل خناقه هو لو حاجز عليا ما عنديش مشكله، لكن هو حاجز على النادي اللي هو بيقول ان هو بيحبه وهو لا، لو انت بتحبه فعلا يعني خلاص انا مشيت يعني. انا النهارده صرفت انا اتصرفت في جزء كبير عشان نقدر نقلل القايمه الفوزيه وتبدا محمد عواد بيتكلم انه عايز يعمل عشان يعمل القايمه بتاعته ويأيد. هتأيد ازاي وانت عليك اساسا فلوس وعليك وقف قيد وعليك. وبيقول لممدوح عباس خلاص انا ماشي وارفع القيد وارفع، وفي انتخابات، وفي نفس الكلام يقول لك في انتخابات جايه واللي ينزل انت. هم يرفعوا وتنزل انت الانتخابات اللي جايه، ما انت كده كده بتنجح عشان خاطر الناس اللي انت العضويات اللي انت بتعملها للشهداء ونص التمن ومعرفش ايه وايه. ما هو طلع اسمه ايه، فضحك على الفضائيات وقال لك انت بتعمل ايه في الانتخابات. الناس اللي انت بتأيدها والناس اللي انت بتعملها عضويات هم اللي بينجحوك. فازاي هم يمشوا؟ ازاي هو انت تمشي وبعد كده ترجع تاني في الانتخابات او ما ترجع في كلامك ومحدش عارف لك حاجة؟ وده كان الكلام اللي كان بيقوله مرتضى منصور النهاردة يا جماعة في الانسحاب او عزله او تنحيه، سميها زي ما تسميها. انا مش مصدق حاجة من اللي بتتقال دي. ودي كانت نهاية حلقتنا،
وما تنسوش معانا اللايك والاشتراك. سلام.